ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا لازم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا النهارده هنعمل معاكم الزبادي في البيت احسن ما انت بتشتروها من بره. يعني الزبادي بره غالي وانت عندك هنا انضف واحسن وبتعمل لك كميه حلوه. احنا عندنا دلوقتي كيلو لبن انا غالياه اهو من امبارح، وعامله له وسايباه لغايه ما يعمل الوش بتاعه عشان احوشه، عشان ما بحبش الزبادي بتاعتي تقيل. احنا ما بنحبش الوش بتاع الزبادي، العيال بيحشوا الوش بتاعها. ومعانا علبه زبادي اهي، ومعانا معلقه سكر كبيره علشان عيالي بيحبوها بالسكر او بالفراوله. انا ما عنديش الوقت شربات فراوله، هبقى اعملها لكم مره تانية بشربات فراوله. هنعملها في شفشق الخلاط. هناخد علبه الزبادي وهنحط عليها كوبايه لبن نضربها في شفشق الخلاط عشان تتجانس مع بعضها. انت عندك كوبايات زبادي، انا ما عنديش المكنه، انا هعملها لكم النهارده من غير المكنه بتاعت الزبادي. عندك مكنه ما عندكيش هتعملي زبادي في البيت. عندك كوبايات ازاز زي دي صغيره كده حط فيه. ما عندكيش كوبايات ازاز صغيره زي دي او ما عندكش كوبايات البتاع، انا بجيب الكوبايات اللي هي البلاستيك بتاعه الميه دي بحطها فيها استعمال مره واحده. يعني بتعمليها زي علبه الزبادي بالظبط، بتعبيها فيها وبعد ما بتخلصي بترميها او بتجيبي غيرها. يعني هي رخيصه ما هيش غاليه. انا هوريكم الوقت انا هحوش الوش بتاع اللبن بتاعنا اهو. بحوش الوش اهو بتاع اللبن، حاجه بسيطه اهي. بقشط الوش بتاعه ده كله اهو، ما شاء الله ما شاء الله. الوش بتاع اللبن ده انا ما برميش، بعمل بيه سمن اهو. بحوش الوش بتاعها ده علشان ايه؟ بتعمل لما هي عاوزاها سمينه اعملي لها ايه، حطها بالوش بتاعها عادي. بس انا عيالي اما بيلاقوا عليها الوش بتاعها كده وبيلاقوها سمينه ما بيردوش ايه ياكلوها، بيحبوها من غير ايه الوش بتاعها. هقشط الوش بتاع اللبن اهو، وهقول لكم انا هعمل ايه. هنحط اللبن على البوتاجاز لغايه ما هتلاقيه دي، فتحط صبعك فيه تستحمليه كده زي دمع العنا اهو، ما يبقاش سخن قوي عشان ما يفسدش معانا علبه الزبادي الخميره بتاعت الزبادي. هنحط في الخلاط بتاعنا اهو اهو. هنحط المعلقه السكر الكبيره، عاوزه تعمليها ساده اعمليها ساده، عاوزه ما تحطيش فيها سكر ما تحطيه. وهنحط علبه الزبادي بتاعتنا اهي اهي. انت بتجيبي الخميره اول مره بس، دي اسمها خميره الزبادي، هتجيبيها اول مره بس. بعد كده بتاخدي بقى من الزبادي اللي انت عاملاها. هنحط فيه في العلبه الزبادي بتاعتنا شويه لبن صغيرين اهو عشان ناخد كل اللي فيه. انا طفيت على اللبن بتاعي اهو، ما حطيتوش الا ثواني. هناخد كل اللي فيها ده كده، ما تسيبيش في علبه الزبادي حاجه عشان هي العلبه يدوب على مقدار ايه الكيلو اللبن اهو. هنيجي بقى هنحط ايه نص اللبن بس اهو. هنحطه في قلب الخلاط وهنشغل عليه ثواني بس عشان السكر يدوب واللبن اهو خلط معانا اهو. هنروح جايين ضايفينه، سهل خالص. هنروح ضايفينه على الايه، على اللبن اللي في قلب الخلاط. لسه فيه رغاوي اهو، ما تسيبيش تفضيه تاني هنا كده. يلا هنفضيه في قلب الشفشة اهو، وهنرجعه تاني في قلب ايه البتاع عشان ناخد كل الرغاوي اللي في قلب الشفشق بتاع الخلاط. ما تسيبيش في قلب الخلاط حاجه. هنعمل ايه؟ الكوبايات بتاعتنا معانا اهي زي ما انا قلت لكم. عندك كوبايات ازاز حط كوبايات ازاز مفيش مشكله. ما عندكش كوبايات ازاز وعندك العلب بتاعت الزبادي تبقى جميله برضو ما هيش وحش، هتحطيهم وهتعبي فيه. انا هعبي الكوبايات بتاعتي دي وهقول لكم انا هعمل ايه. العلب بتاعتي اهي انا رصيتها في علبه عندي اهي بغطاها. علبه عندي بغطاها اهي. ما عندكش علبه بغطاها حطها في عندك صينيه من بتاعه الفرن بغطاها الومنيوم حطها فيه، مش مشكله اي حاجه تكون عندك بغطاها. انا رصيت العلب بتاعه الزبادي في قلبها اهي. انا ما عنديش مكنه، هعملها لكم من غير المكنه وهوريها لكم. ميه سخنه من السخان بتاع الحوض، السخان بتاعك اللي هو عندك في الحوض. هتروحي جايه وحاطه نص بس الكوبايات
تحط كده ميه سخنه لغايه ما تعملي نص كوبايه بس ميه، لغايه ما تيجي عند نصها، مش تمليها لغايه فوق، نصها بس. هفضي اهو لغايه ما تبقى ايه، نصها ميه زي ما انت شايفه اهو. انا حطيت اهو الميه، اروح جاي بالغطا بتاعي ده ومغطياها جامد اهو اهو. وفوطه، فوطه عندك نظيفه، فوطه عندك نظيفه هتروحي مغطياها بالفوطه، وحطاها لا في فرن البوتاجاز لا فوق التلاجة في حته دافيه لمده 6 ساعات. هتيجي تفتحها عليها هتلقاها جامده. انا هسيبها ال6 ساعات وهوريها لكم بعد ما هتطلع انضف واحسن واوفر من بره بكتير. العلبه الزبادي ما فيهاش يجي معلقه او اتنين وب3 جنيه وب4 جنيه بره. دي العلبه اللي احنا عاملينها دي في الكوبايه دي بقيمه مقدارين من اللي بتشترى من بره. يعني العلبه ما شاء الله علبه اللي ياكلها يشبع. احنا هنحطها لغايه ما تكمل 6 ساعات زي ما هي كده في مكان دافي وما تفتحيش عليها، وهوريها لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. بدي اهي بعد ما قعدت 5 ساعات او 6 حسب ما انت هتقعديها، هتشوفيها اهي جمدت اهي ما شاء الله اهي. هحطها اهي جمدت اهي، احطها في التلاجة وهوريها لكم. لازم تتحط في التلاجة على الاقل حاجه ساعه، وهوريها لكم بعد ما تخرج اهي ما شاء الله اهي. شوفوا جامده وحلوه، ولا مكنه ولا اي حاجه. شوفوا ما شاء الله اهي، ما شاء الله اهي كريمه وجميله. يا رب تكون الزبادي عجبتكم وتعملوها في البيت وبقولوا لي اخبارها ايه معاكم، وكل سنه وانتم طيبين.